المستشار أحمد مكي وزير العدل من جانبه، وردا على هذه الهتافات والهجوم الذي تعلق في المقام الأول بشأن وفاة الناشط محمد الجندي، أوضح أن تصريحاته المتعلقة بتقرير التشريح والطب الشرعي كانت بناء على معلومات من وزير الداخلية، والذي أعلمه بأن وفاة محمد الجندي كانت نتيجة لحادث سيارة، وطلبه بأن تنشر هذه الأخبار في بيان، فقام بالإدلاء بها ولم يتصل أو يتواصل مع النيابة العامة أو الطب الشرعي، وأذاع الخبر بنفسه، وقال أنه تقرير مبدئي، وأشار أن أهل الشهيد قد تسلموا الجثة، وأن بوسعهم الآن إعادة تشريحها أو عرضها على ما يريدون من الأطباء. نتابع الآن التصريحات التي أدلى بها المستشار أحمد مكي خلال افتتاحه لمحكمة السلطة في الغربية، وكذلك رده على الهجوم الذي تعرض له عند دخوله لهذا المبنى. بسم الله الرحمن الرحيم. لما توليت وزارة العدل قال لي السيد رئيس الجمهورية أنه لا يريد أن يظلم أحدا، وطلب مني تحقيق العدل للناس كافة بشتى السبل، وأحدهم المرحوم محمد الجندي. في قضية محمد الجندي أقول على الشق الذي قلته أنا في البداية. اتصل بي السيد وزير الداخلية وقال لي أن التقرير المبدئي لتشريح محمد الجندي قال أن الوفاة نتيجة حادث سيارة، وأنه يطلب نشر هذا الخبر ببيان إما من النيابة العامة أو من الطب الشرعي. فأنا استقبحت إن أتصل بالنيابة العامة أو الطب الشرعي، وأذعت هذا الخبر بنفسي، وقلت أن هذا تقرير مبدئي، وأن أهلية المرحوم محمد الجندي قد تسلموا الجثة، وأن بوسعهم أن يعيدوا تشريحها أو عرضها على من يريدون من الأطباء، وإن العبرة بالتقرير النهائي. ولم يحدث أي اتصال بيني وبين أحد سواء في الطب الشرعي أو النيابة العامة، لأن باعتباري وزير العدل طب هذا كافي أن أعلن هذا الخبر. والسبب في حرص وزير الداخلية على إذاعة الخبر إنه كان بيتردد إنه مات نتيجة تعذيب وصعق الكهرباء ونحو ذلك، وأن هذا يؤدي إلى اندفاع الناس على مبنى مديرية الأمن والمحافظة وفي المحلة، وإن ده مسألة مثيرة بالخطر. فأنا قلت من حق الناس أن تعرف الحقيقة كما هي بتحفظاتهم عليها. الآن بطمن الإخوة المحتشدين في الخارج إلى إن لا سبيل، لا غير مسموح إن حد يحمل دم واحد توفي ويحاسب عليه يوم القيامة. فبالله عليكم كمان لا تحملوا دم بريء يدان في واقعة يتم الإدانة فيها تحت ضغط رأي الجمهور. إكرام محمد الجندي وإكرام أي مؤمن وأي مسلم اللي حريص عليه تحرص على أن الحقيقة تعلن كما هي بغير تدخل. هذه قضيتنا قضية رئيسية كثير. طبعا والعدل إن ما كانش العدل هدف الإنسان ما يستحقش أن يولد ولا يوجد. ربنا قال، وأنا لسه قايلها في كتابه، إنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط. فمين هيحمل على في رقبته دم بريء مات ولا سجن مظلوم؟ هذا محرم علينا جميعا، سواء كنا في مواقع السلطة والقرار أو كنا في مواقع الطلب.
انا اتمنى من الشباب، انا كنت حريص على ان التقي بالجموع، وارسلت سفراء يقولوا طلباتهم لانه نجيبهم. ما فيش امر خافي ولا ينبغي ان تخفى حقيقه عن شعب مصر.